تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا فرجعناك إلى أمك فتناك بطوها 6 سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى صنعتك لنفسي أذهبك أقول بآياتي حياتني يا ذكري إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إلينا وأن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا ثم هدى فما بال القرون الأولى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أنعاما فهي في ذلك آيات لأولي النهى إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لقد أريناه آياتنا كلها فكذبها لا جئتنا لتخرجنا بسحرك يا موسى بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نضرب لنا ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة لا يزال الناس ضحى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويغرنكم بعذاب وقد خاب من افترى تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر ما ويذهبا بطريقتكم المثلى ثم تصفوا وغضب اليوم من استلى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بلغوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى في نفسي خيبة موسى الله أكبر إنك أنت تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يبدع الساحر حيث أتى سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا أن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أردتنا ليسرعنا خير وأبقى من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها
خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون وأضلوا ما هدى. إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الدور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. طيبات ما رزقناكم ولا تضعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يعلن عليه غضبي فقد هوى. لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أعجلك عظامك يا موسى على طريقة إليك ربي لترضى. إنا قد فتنا قومك من بعدك أضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فضل عليكم العهد أمنتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأعلمتم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري وأخرج لهم إلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فيرون ألا يرجع إليهم ولا ضر ولا نفع. قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما خرجتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي أنت عليه عاقبا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قص وقع وآتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة حملا خالدين فيه وسارا يوم القيامة حملا. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فإن لبثتم إلا عشرا. أعلم بما يقولون إذ يقول طريقة إن لبثتم إلا يوما. عن الجبال قال ينسفها ربي نسفا. سبسبا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون